حسام حسن. رايه من هشام عبد الفتاح ورمي التماس واحمد فيليكس هوبا جوه الجول. هوبا جوه الجول حسام حسن. هوبا جوه الجول حسام حسن والهدف الاول اعزائي المشاهدين في الدقيقه 21 من الشوط الاول. والقناص حسام حسن. القناص حسام حسن والهدف الاول لنادي الزمالك. القناص حسام حسن والهدف الاول لنادي الزمالك اعزائي المشاهدين بعد مرور 21 دقيقه. ادي احمد فيليكس المميز جدا وادي التفاهم وادي حسام حسن وحلوه جوه الجول. لكن والله فيها توفيق شويه لحسام حسن خبطت في قصبة رجله وتسكن الشباك. والهدف الاول لحسام حسن. 1-0 لنادي الزمالك من حسام ولاعب على مستوى عالي جدا من الاجاده. لسه الكره خطر ومحمد كمونه هوبا والهدف الثاني واحمد فيليكس. الهدف الثاني واحمد فيليكس. هوبا جوه الجول احمد فيليكس. والهدف الثاني لنادي الزمالك. كرة عرضية جميلة واحمد فيليكس وضربة رأس رائعة على شمال عادل رفاعي ما قدرش يعمل لها حاجة وتسكن شباكه. والهدف الثاني ادي محمد كمونه وادي العرضيه واحمد فيليكس جوه الجول. الهدف احمد فيليكس في دقيقه كام؟ لسه بنقول 35 من الشوط الثاني. احمد فيليكس والهدف الثاني اعزائي المشاهدين لنادي الزمالك من الكرات العرضيه اللي قلت هو دي لقطه جميله جدا بقى لاحمد فيليكس مع حلمي طولان المدرب العام لنادي الزمالك وخارج الملعب ضربه مرمى. هذه لقطه لعبد الحليم علي وابتسامه من بدلاء نادي الزمالك واطمئنان على ابراهيم حسن بعد خروجه في بدايه اللقاء ونزول تامر عبد الحميد اللي بيعود بعد غيابه عن اللقاء السابق. توصل الكره ناحيه اليمين سيد عيد مد ضربة جزاء. حكم اللقاء مد ضربة جزاء لنادي سوهاج. بقول لحضراتكم هو صاحب القرار الوحيد داخل الملعب. هنشوف حكم اللقاء مد ضربة جزاء جنب اللعبة وادي العقلة وحكم اللقاء محمد مصطفى ما ترددش في اطلاق كفارته وضربة جزاء لسوهاج في دقيقة كام؟ 45 من الشوط الاول. ادي امام حضراتكم في الاعادة وداخل منطقة الجزاء وفعلا محمد مصطفى ما ترددش في اطلاق كفارته وضربة جزاء بيوقف اللاعبين وداخل وليد سعد وداخل هوبا جوه الجول. هوبا جوه الجول. طارق السيد حازم امام تامر عبد الحميد حسام عبد المنعم محمد عبد الواحد حسام حسن واحمد فيليكس. لسه الكوره مع احمد خلف هاتي خد وانطلاقه من احمد عبد رب النبي وتسديده هوبا جوه الجول. هوبا جوه الجول. والهدف الثاني اعزائي المشاهدين لسوهاج في الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني. هوبا جوه الجول. والهدف الثاني لسوهاج في الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني. الهدف الثاني اعزائي المشاهدين وفرحه كبيره في استاد سوهاج الرياضي وهدف سوهاج الثاني وهدف التعادل في مرمى محمد عبد اثنين سوهاج واثنين الزمالك ولقاء ممتع اعزائي المشاهدين من كل مع حضراتكم على الهواء مباشره عبر الشوري الممتاز. ويلعب هذا الموسم بالعديد وادي واحده حلوه ووقفه لكن فين مع احمد فيليكس وادي ترقيصه من ناحيه الشمال للنادي سوهاج في السابعي واحده والثانيه وممكن تشكل خطوره وليد سعد هوبا
الهدف الثالث لنادي سوهاج. هوبا هوبا جوه الجول، الهدف الثالث لنادي سوهاج. الهدف الثالث لنادي سوهاج وحربي توفيق. اعزائي المشاهدين في منتصف الشوط الثالث. مفاتيح اللعب في نادي الزمالك شلت حركه لاعبي نادي الزمالك سواء في خط الوسط او خط الهجوم. وادي حسام حسن والمهاره بقى الفرديه وجوه المنطقه ولسه مع حسام ومحاوله وهوبا جوه الجول. هوبا جوه الجول حسام حسن والهدف الثالث. هوبا جوه الجول الهدف الثالث حسام حسن. القناص حسام حسن. بقول لحضراتكم احساس ان احنا هنشوف اهداف وفعلا حسام حسن وجوه الجول. ما كدبش خبر وهدف التعادل لنادي الزمالك من مهاره فرديه وسط ثلاثه من لاعبي نادي سوهاج، واستخلص الكره لنفسه وبمرونه حاططها برجله الشمال على شمال عادل رفاعي ما قدرش يعمل لها حاجه وتسكن شباكه وهدف التعادل لنادي الزمالك. استقر الكابتن جمال عبد الحميد في الملعب لمؤازرة بقى فريقه في اللحظات الأخيرة وجوه المنطقة وضربة جزاء صحيحة حرجة جدا على كلا المديرين الفنيين وتفسر حلمي طولان والجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك وجمال عبد الحميد. وداخل حسام حسن وبيركز وواقف عادل رفاعي وداخل حسام وهوبا وبرافو عادل رفاعي ينقذ ضربة جزاء من حسام حسن. برافو عادل رفاعي ينقذ ضربة جزاء لحسام حسن.